صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. تعالى مع بعض نفكر في امتع موقف شطرنجي شفته في حياتي، لدرجه ان ستوك فيش مش عارف يحله. طب احنا عندنا ايه؟ الابيض اللي عليه اللعب، وهنا الاسود زي ما احنا شايفين، رغم ان هو معاه 2 بونز ولكن قطعه مش افضل حاجه، قطعه باسف. الكينج مزنوق، الكوين باسف جدا، والنايت اندر اتاك عن طريق الكوين. طب هنعمل ايه؟ برضو انت حضرتك ما ينفعش تاكل النايت على طول، لان بكل بساطه انا بديك الكش بالكوين، وساعتها الموقف يبقى درو. طيب هنعمل ايه برضو؟ قالك جرب كده تديله تشيك من الاتش 7. انا مش مضطر ان انا اكل البون، ولكن انا ممكن استخبى تحت البون، وبرضو افكار ان انت لو كلت النايت اديك كش ويبقى الوضع تعادلي. امال فكرة المكسب فين يا شرفوكس؟ ده اللي انا عايزك توقف الفيديو وتحاول تفكر فيها. ستوك فيش ما جابهاش، انت هتقولي طبعا ستوك فيش ما جابهاش، انا اللي هجيبها. اقول لك يا صديقي يا شطرنجي، انا واثق فيك، معرفش بس حاسس ان انت هتجيبها. النقلة هي بيشب سي 7، نقلة مجنونة جدا. هتقولي ازاي؟ ده انا كده انا بضيع نفسي. الكوين بتاع انا بضحي بالكوين. يعني انت مثلا لو كلت بالشكل ده على اساس انك تحمي، لا انا معايا بون تيكس فوركينج، وطبعا الكوين ما يقدرش يكابشر البون لانه مربوط، وكده يبقى انا كسبت. قال لك طيب خلاص، يبقى انا هاكل ومضطر مفيش غيرها ان انا اكل الكوين. وده ياخدنا لسيكونس معين من الفورسد موفز، جميل من امتع ما يمكن. تخيل معايا بقى كده، انت هتديله الاول كش بالبون. الكينج ملوش اي اختيارات كتير، لو راح في الاف 8 على طول هياخد البيشوب في وشه بالتشيك ميت. تمام. يبقى هو مضطر يعمل ايه؟ يدخل في الاتش 8، وده يخلينا نسحب البيشوب بتاعنا ونحضره على ديسكفرد تشيك، ديدلي ديسكفرد تشيك. ليه؟ لان زي ما انت شايف المربعات كلها مزنوقه. طيب الاسود هيقف كده ساكت؟ قالك لا، انا هجرب ان انا ازق البون. ما عملتش اي حاجه، خد لك عدد واحد كش مات، ملهاش حل. يبقى اذا الحل الوحيد ان انا ازحلق الكوين بتاعي، بحيث اخليني باصص على السكوير بتاع الترقية. وفي نفس الوقت لو انت جيت عملت حاجة زي كده، انا بكسر على طول الكوين تيكس بيشب، وفي نفس الوقت لو انت بتاكل بلحق البون، وكده الاسود هو اللي بيكسب. طيب امال اعمل ايه هنا؟ نقلة سحرية جدا، يعني محتاجة تفكير جامد جدا جدا، وانك برضو لازم تخلي التهديد موجود، وانك تزحلق البيشب بتاعك في الاي 1. ان انت زحلقت البيشب بتاعك في الاي 1 برضو عايز ديدلي ديسكفرد تشيك، ولكن الاسود عنده كاونتر بلاي من اروع ما يمكن. هتقولي ازاي؟ هيطلع بالنايت بتاعه في السي 7. تخيل معايا كده، الكينج بتاعك ملوش اي مربع يروح فيه، ولا الاي 6، ولا طبعا يرجع في الباك في الرانك الخامس، ولا يقدر يروح المربع ده ولا ده. طيب يبقى اذا انا ما عنديش غير حركه واحده بالبيشب، وتخيل معايا الحركه دي هي البي 2 بس، ما عنديش اي حركه ويتنج غير البيشب. طيب وبعدين هو كده هيحطني في حاجه اسمها زوج زوانج. بمعنى ايه؟ انا هطلع كده بالبيشب، هيزق البون، هنزل في الاي 1 تاني بالبيشب، هيزق البون. للاسف خسرت، لان طبعا ما عنديش حتى النقله الويتنج اتمنعت، ويبقى كده الاسود بيكسب. وعشان كده الابيض كان شايف الكلام ده وقال لك انا بدل ما ارجع بالبيشب بتاعي في الاي 1، انا هرجع بالبيشب بتاعي في البي 2. طب وايه الفرق؟ ما هي انا هطلع لك برضو بالنايت، في فرق كبير جدا. احسب كده معايا، انت ما عندكش ولا حركه بالكينج، كل حركاتك تتلخص في المربعين دول A1 و B2. طيب هرجع في ال A1 هيزق البون، هطلع في ال B2 هيزق البون، هرجع في ال A1 هيزق البون، هطلع في ال B2 هيزق البون، هرجع اكله، وتفضل هات لي نقله للاسود. كده احنا اللي حاطين الاسود في زوج زوان. ازاي؟ قال لك ماشي، انا ما يهمنيش الكلام ده، انا هطلع بالتشيك الاول، مش انت بتقول دور على التشيك الاول؟ هقول لك اوكي مفيش مشاكل. وهنا الكينج يتزحلق خطوه واحده في الاي 6 بتشيك، هعمل بلوكينج، ولكن خلاص انت خسران ان واي. بتاكل بالكوين
ورقي كوين بتشيك ميت. موقف مجنون، موقف جميل جدا. اتمنى يكون عجبكم الموقف ده، واستأذنك لو لسه ما تابعتنيش وعملت لايك وشير وسبسكرايب لوكشل، ها، يعني اكون شاكر تعمل الحاجات دي، واشوفك على خير في مواقف تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.